عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ اهلا ومرحبا بكم في قناة اسرار شيري. النهاردة ان شاء الله هوريكم تفاصيل اكتر عن المطبخ بتاعي وتنظيمه. وانا قبل كده عملت لكم فيديو عن كانت جولة كده بسيطة في المطبخ بتاعي. ان شاء الله هعمل النهاردة هوريكم ازاي نستغل المطبخ والاماكن الصغيرة بتاعتنا. نستغل الاماكن اللي بتبقى في المطبخ الصغير ازاي، وازاي نقدر نرتب حاجتنا، وايه الحاجات اللي المفروض المهمة اللي تبقى في مطبخنا وما يبقاش فيه كراكيب كتير. يلا بسم الله الرحمن الرحيم نبتدي مع بعض. بس عايزة اقول لكم قبل ما ابتدي ان شاء الله باذن الله الفيديو ده هيبقى تعاون مع قناة نور سلامة. آه انا بحبها جدا، نور جميلة وانسانة طيبة قوي. ربنا يشفيها ويعافيها يا رب ويديها الصحة. قناة نور سلامة جميلة جدا. بتقدم فيها كل ما يخص المرأة من ترتيبات بيت، من مواصفات، من ديكورات، من أعمال يدوية. وقناتها جميلة جدا ومميزة. يلا إن شاء الله بقى نبتدي الفيديو بتاعنا ونشوف إن شاء الله هنعمل إيه مع بعض. بسم الله الرحمن الرحيم يا حبايب قلبي. دلوقتي هنبتدي نفتح الظرف اللي فوق بتاعة المطبخ. بسم الله الرحمن الرحيم. يلا نشوف مع بعض انا حاطه ايه في المطبخ بتاعي. انا هنا حاطه الكوبايات بتاعتي بتاعت ضيوفي اللي بحطها للضيوف بتاعتي. كنت جايبه طقم كبير شبه بعضه وريتكم في المشتريات اهو. فانا حاطه هنا كده اهوت، بحيث لما يجيلي ضيف بيبقى كوبايات معينه غير الكوبايات اللي احنا بنستعملها مع بعض. هنا الهاند بلندر بتاعي، وهنا دوت الميلونيكس زي المفرمة او كبة. وهنا دي عصارة البرتقال بتاعي من كنود. وهنا توابل، طقم التوابل، وشوية حاجات ايه حطها كده اهو بسيطة. يا ريت ما نكدس المطبخ بتاعنا حاجات ملهاش اي لازمة. بسم الله الرحمن الرحيم. هنا الضرفتين اللي فوق اهو، بس انا سوري كنت فتحت قبلها. هنا الضرفتين اللي فوق كده اهو، حاطه فيهم طقم الحلل بتاعي اللي هو كان سيراميك. حطاه هنا، ولما بعوز بستعمله بنزل منه وبغسلهم وبخليهم طبعا يتجففوا او انشفهم بالفوطه واحطهم هنا تاني. ودي بلاستيك. انا كنت جايباها عشان الولاد لما يكونوا في ايديهم حاجه بياكلوها تبقى في ايديهم الفرافيت ما تنزلش في الارض. بس مطبخي حاطه فيه المهم فقط والضروري. بسم الله الرحمن الرحيم. هنا حبايب قلبي حاطه الاطباق الفل بتاعتي الجنب دوت ده بيترفع كده اهوت. انا هنا حاطه الكياس البلاستيك بتاعت القمامه، والاطباق الفويل بتاعتي دي احيانا بس مش دايما بحتاجها. جايباها من كارفور كده، بتعمل فيها ام علي الحاجات دي كده. وكياس الزباله بتاعتي كلها لازم يبقى عندي دايما وباستمرار كميه كبيره. هي اللي في الوش تحس حاجه غامقه لان انا كنت حاطه فحم او كده فعمل على الخشب. بس هي ديت الضرفه تترفع لفوق. هنا ده الجزء التاني من المطبخ. يعني ثواني كده ارجع لكم ورا عشان تشوفوا المطبخ تقسيمته عامله ازاي. احنا بقى وصلنا لهنا اهو. هنا بقى بحط ده الشمع بتاعي والحاجات دي. احيانا كده الواحد بيحب يروق نفسه وبيحط الحاجات دي ويشغلها. هنا الكركديه بتاعي والشاي. ودوت على ما اعتقد كابتشينو. ودي علبة ايه؟ علبة ايه انتي؟ المهم يعني ما علينا، مش مشكلة تعرفوا علبة ايه. وده المج بتاع الشاي بس بتاع العربية وده الشاي انا بحب استعمل شاي الفتلة ليبتون. وهنا دي علبة البقسماط المطحون بملاها، يعني كل اول شهر بشتري كيس بقسماط جاهز. لو عايزة طبعا تعملي وتوفري من العيش الفينو انتي ليكي حرية الاختيار. كنت بعمل قبل كده، فصراحة انا يعني عشان ولادي عندهم امتحانات وكده مبقتش فاضية دايما يعني باستمرار، فبجيب جاهز وخلاص وبملى العلبة ديت. بتقعد معايا فترة يعني. كنت حطها في التلاجة وبعد كده حطيتها هنا
يعني عرفت اللي هي ملهاش يعني مش هتضر في شيء طول ما هي بره كده. يعني هو عادي بقسماط مطحون لان هو متحمص، فمفيش مشكله، مش هيسوس ولا اي كلام منه. بس يلا بقى ندخل على الباقي. هنا حاطه حامل المجات. هنا الخلاط بتاعي ما بحبش اشيله، كنود برضو بعشق الماركه ديت، ما بحبش اشيله في الظرف فوق، لاني خلاطين مرتين وقعوا مني اتكسروا بسبب اللي انا لما بنزلهم واطلعهم بيزحلقوا مني يعني. فقلت خلاص انا مش هشيله تاني من المكان هنا من قدامي. هنا حاطه الكاتل بتاعي اللي انا وريته لكم في المشتريات، ما شاء الله تحفه تبارك الله، يعني تحفه بجد. هنا حاطه الزرعتين انا اوريكم زيهم في التايلت بتاعي، انا جايبه منهم اتنين واتنين، حاطه اتنين في المطبخ واتنين في الحمام بتاعي. آه دي كانت بتاع طقم توابل عندي، بس طقم التوابل هبقى ممكن تشوفوه دلوقتي، يعني خلاص جبت غيره. يلا بقى نشوف بقية الضرفة ديت. بسم الله الرحمن الرحيم. هنا حاطة كل الأزايز بتاعتي. آه يعني زمزمية، الولاد دلوقتي بيمتحنوا فخلاص مستعملوش الزمزميات، فدي الزمزميات طبعا ماركة معروفة جدا ومشهورة وتحفة ونضيفة. هو دوت منظف بتاعي، منظف برشه كده لو انا بنظف عادي يعني. هنا برضو حاطه الكوبايات بتاعتي. آه دي كوبايات شاي، ودي برضو اللي بتاعت الضيوف برضو فقط. انا مرصصاهم كده، هما 6 و6، فانا مرصصاهم بالطريقه ديت بحيث برضو لو جالي ضيف او كده. انا كنت حاطه الاول من مفارش ديت، فلما بحطها هنا ما ينفعش بتنزل كده، او ممكن احطها مربعه، فانا استسهلت ده صراحه عشان الميه لما تنزل ما تبوظش الخشب بتاع المطبخ، فالفويل هيمنعها. وبالتالي برضو وانا بنضف كده وبنزل المطبخ كله بنضفه كل فتره، فاشيلها على طول ارميها. تمام. بسم الله الرحمن الرحيم. انا معلقه السبح بتاعتي هنا عشان لو يعني قاعده كده، مش يعني قاعده في المطبخ وفي حاجه بتتسوى على النار واخده وقت مني، او الطبيخ بيستوي، فبمسكها في ايديا وانا واقفه في المطبخ اسبح كده. ربنا يتقبل منا ومنكم. انا حاطه 3 طقطقات كده خشب. كنت مش جايباهم من مصر بس تحفه، بحبهم جدا، كنت جايبه منهم احجام وأطباق كمان. ده الطقم التيفال التركي بتاعي برضو بستعمله، باخد منه واستعمل واغسله واجففه، بعدين اطلعه تاني المطبخ بتاعي. بسم الله الرحمن الرحيم. هنا برضو الجزء بتاعي برضو مخليالي البلاستيك، بس مش اكياس البلاستيك، لا الحاجات دي الاسترتش الفويل، الاكياس الصغيرة البيضة، الجوانتيات البلاستيك بتاعتي. آه دي جوانتيات، دي اكياس للتلج، جميلة قوي يا بنات، يا ريت نجيبها. لا ده جوانتي بلاستيك في اكياس للتلج، وديت حلوة قوي. اي بتاع وجعت لي دماغي. دي حلوة قوي. دي ايه بقى؟ ديت مريالة يعني دي طبعا علبة مرايل بلاستيك، بدل ما نجيب المريالة ونستعملها ونقعد نغسل فيها وكده، لا دي بتتلبس في الغسيل وتنظيف اليوم بتاعك وبترميها في الباسكت بعد كده. ودي اكياس بيضة نظيفة كبيرة، انا كنت جايباها لو عايزة اشيل بطانية واي حاجة اخزنها يعني، او ايا كان يعني ايه هي. هنا برضو الجزء التاني، تعبت من كتر الرغي. هنا الجزء التاني حتى البولات الازاز بتاعتي ساعات بستعملها في الشوربة، ساعات باخد احط فيها حاجة او كده. دي الطفايات بتاع السجاير بتاع زوجي. المجين دولت احيانا بحط فيهم شوربة او اي حاجة او لسان عصفور او كلام من ده. المجين الصغننين دول بتوع القهوة بتوعنا احنا فقط، مش بتوع الضيوف، يعني اللي انا بستعملها ليا انا وجوزي. وزي ما انتوا شايفين كده الرخامة بتاعتي بسيطة، يعني دي بتاعت المعالق، بتظبطي كده، بتحطي في مربع هنا المعالق الكبيرة كلها، بتحطي في المربع اللي جنبها الشوك، دي معلقة كبيرة تاني، بتحطي هنا مثلا في الجزء ده السكاكين والحاجات دي بتاعتك، بتحطي اهم حاجة عندي المعالق الصغننة دي، تقريبا كل شهر بجيب دستة يعني. ولادي بيرموهم تقريبا معاهم، بياكلوا الزبادي ويرموها بالمره يعني. بيكسلوا يروحوا للحوض ويحطوها فيه بس. وهنا الاريا الاوتوماتيك بتاعي كيس، انا بجيب 10 كيلو.
وبيقعدوا عندي شهرين كده حسب الاستعمال بتاع الغسيل بتاعتي. وهنا صواني ستانلس ستيل في العزومات بحتاجها احيانا. دي اللبانه بتاعتي برضو دايما تبقى تحت ايديا. دي الفوطه طبعا بتاعتي دايما بستعملها في كل حاجه في البيت، يعني في كل حاجه لتنظيف البيت بتاعي. خلاص. ايه ده؟ ثواني يا بنات، مش عارفه الفيديو، سوري. صبي جه تكبير الفيديو. وديت اسمها ايه بتاعت الاطباق والحاجات دي، اسمها ايه؟ نسيت. بصوا انا بفصل ساعات، يعني بنسى الكلام اساسا وانا بكلمكم. ودي الاطباق بتاعتي اللي انا بستعملها للاكل بتاعنا فقط، برضو للضيوف في طقم تانية طبعا. في واحده حبيبتي سالتني مره في التعليقات، هو النيش بتاع المصريين انتوا بتجيبوه فقط علشان يبقى للزينه؟ لا يا حبيبتي خالص، مين قالك كده؟ احنا مش بنجيبه للزينه طبعا، احنا بنزين، بس بنزين بحاجات تانية. هي مش من مصر، بس عايزه اقول لها احنا جايبينه لان بنحط فيه الحاجات الغاليه والقيمه بتاعتنا اللي ما ينفعش نحطها في المطبخ. ولما بيجي لنا عزومات وبيجي لنا ناس غاليه علينا وحبيبتنا، بنطلع الحاجات دي طبعا وبنستعملها وبتتكسر، وبنجيب غيرها برضو تاني ونحطها في النيش. فدي الحاجات اللي انا بستعملها هنا للاولاد وللبيت. في هنا جنبها حاجه متعلقه، ودي صراحه نفعني وحلوه جدا، يا ريت كلكم تعملوها. بتبقى جنب البوتاجاز كده على طول، دايما فيها المعالق والحاجات اللي انتي بتستعمليها في الحله وانتي بتطبخي على البوتاجاز، دي جنب ايدي على طول وحلو. الميكرويف بتاعي برضو انا حاطه عليه كده حاجات. انا نسيت اوريكم صحيح الضرفه دي. دي يا بنات المسحوق بتاع غسالة الأطباق بتاعتي. هو غالي جدا بقى ب100 وي الواحدة بس. مش عارفة ليه كده، غير الملح طبعا بتاع الغسالة وغير الزيت كده اوفر، يعني بيحسسونا بيعجبونا اللي احنا جبنا غسالة أطباق وهتريحنا شوية يعني. ده برضو رف تاني بجيب اللي هي كبسولات ريحتها تحفة، بحطها. مش بعتمد عليها بس في تنظيف او غسيل الهدوم بتاعت اولادي او كده، لا، انا بعتمد عليها في اللي هي بتعمل لي ريحة حلوة في الهدوم، فبحطها وهي بتتشطف تمام كده، يعني بحطها مش اعتمادا على غسيل. وده الزهرة بتاعتي، بحب ازهر الغسيل بتاعي الابيض. ودي الزهرة السائلة جاهزة كده. وده البخ بتاع الحشرات والحاجات دي، وده انصحكم بيه يا بنات. بس ان شاء الله هعمل لكم فيديو مخصوص عن الحاجات اللي احنا تقدر تبيد فعلا بمعنى الكلمة الحشرات اللي في بيتنا. بس الفيديو طول مني، اسفة. هنا في رف برضو تاني انا حاطه فيه الزيوت والعلب بتاعتي. دي اسمها البوكس بتاع الاولاد اللي بياخدوا فيه السندوتشات. ودي ازايز الخل والزيت وزيت الزيتون اهم بقى. هو ده طقم التوابل هنا طبعا الرف اللي فوق البوتاجاز على طول، هو ده اللي بحط فيه التوابل بتاعتي والحاجات دي والملح وطقم التوابل الكبير بتاعي اللي انا بستعمله هنا في المطبخ. بسم الله الرحمن الرحيم. اوبش. عموما بلاش نفتحها عشان ايه، هو تقريبا كسر ولا حاجه كده، لان ابني كان فاتحه وقاعد يشد فيه واقول له بالراحه، مفيش فايده. في برضو شويه حاجات كده بتاعتي. هنا فوق الديب فريزر بتاعي بحب حاجتي وبزعل عليها لما بتبوظ. خلي بالكم انتوا لو ملاحظين اللي انا حاطاه على ظهر البوتاجاز والديب فريزر ده انا حاطاه بقالي يجي شهر. انتوا مش واخدين بالكم اللي هو زي الفل لسه، عشان ايدي فيه باستمرار وبنضفه. يعني اذا ممكن حاجه زي كده تقعد معاكي اكتر من شهر طول ما انت ايدك فيها. بصوا زي الفل وما فيهوش اي حاجه الحمد لله. البوتاجاز بتاعي، وهو طبعا لو عايزين يعني اقول لكم هو عن اجهزتي والحلو منها والجميل واللي بيريحني. هنا بقى حاطه، بصوا بقى حاطه هنا باسكت الزباله بتاعي، وهنا الجنب التاني حاطه فيه الجاروف والحاجات ديت. تمام. التربو بتاعي برضو لو عايزين تشوفوه. اوكي. هنا بحط هنا دي علبة كبريت، انا بشتغل بالاشعال بس برضو ده طبق الفوط بتاعة المطبخ. طبق ايه ده درج الفوط بتاعة المطبخ بتاعتي. وانا حاطه كمية كبيرة في الغسالة لان النهاردة ميعاد الغسل بتاعها.
وهنا الدرج دوت. انا كان نفسي اعمل لكم فيديو مخصوص في ترتيب التربو لاني حاجه مهمه جدا. دي علب الطحينه دوت، دي علبه بسم الله الرحمن الرحيم، الزنجبيل. ودي علب اكيد في حاجات مهمه. ودي اكياس الكاكاو بتاعتي بجيبه مستورد ونوع نضيف. ودي برضو نوع تاني من الكاكاو، فبالتالي بجيب منه. وده النشا، فبجيب منه كميات لاني ممكن احيانا ما الاقيش. وده الثوم بتاعي، ودي الماجي وبس. والحاجات المهمه بتاعتي يعني التوابل والحاجات دي. تمام. هنا بقى حاطه ايه بقى؟ هنا حاطه بواقي الاكياس. يعني ده كيس شاي عندي بحاله ما بستعملوش يعني. وده العسل الابيض ما بستعملوش، بستعمل باكت. ودوت بسبوسه تقريبا ما عملتهاش لاني ماليش تقل في الحلويات. ودي اكياس المكرونه. يعني بواقي، اي بواقي عندي اكياس بحطها. وده درج المكرونه، وده درج الرز. تمام كده. كده خلصت لكم شويه تفاصيل عن المطبخ بتاعي باذن الله. ان شاء الله يعني اعتبروها سلسله. ان شاء الله باذن الله هعمل لكم فيديو عن الأجهزة بتاعتي اللي بستعملها واللي بحبها. بس يا رب يعجبكم الفيديو. دي النجفة بتاعتي اهيت. يا رب يعجبكم الفيديو. لو عجبكم دوسوا لايك وشير وسبسكرايب. وشكرا لمتابعيني وكل الكلام الجميل اللي هم بيقولوهولي. ويا رب قناتي تنجح بيكم وتكبر بيكم. شكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.